السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي تجيبي كده جوز رومي، جوز بس، واعملي مزرعة طيور على سطحك او في المكان اللي انت بتربي فيه. اعملي مزرعة كاملة، مزرعة كلها كده تلاقيها فيها فراخ، فيها فراخ بلدي، في رومي، في عندك بيض يوميا باستمرار. يعني خير بإذن الرحمن كده. على السطح بتاعك هتملي السطح كله من جوزين الرومي دول، من جوز الرومي ده. ازاي نملى السطح كله خير ما شاء الله، ويبقى عندنا فراخ، وعندنا فراخ بتبيض، وعندنا ديوك للذبح، وعندنا رومي تاني. ازاي؟ بس خدي بالك معايا انا هقولك ايه، وان شاء الله هتملي بيتك خير، ومش هتتكلفي غير جزين الرومي ده في الاول. ازاي؟ تعال نقول. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أي حد بيربي رومي يعرف إن الرومي من الحاجات اللي ما شاء الله رزقها حلو في البيوت، وكلها خير. وفي نفس الوقت طبعا ما شاء الله الرومي غالي، يعني لما بيكبر معاكي لو بعتيه انت بتبيعيه بتمن ما شاء الله. وفي نفس الوقت من الحاجات اللي اكلها زي اكل الفراخ البلدي، يعني مش بتتكلفي في اكلها كتير. يعني البط ممكن يكون مكلف واكله بياكل اكل كتير، عشان تطلعي البط بسرعة لا بتتكلفي عبات ما بتطلعيه. لكن الرومي اكله زي اكل الفراخ البلدي، يعني شوية بواقي اكل البيت ما شاء الله هيقضوه، وهيسروا فيه كده ان شاء الله، وهيرمي اللحم بتاعه. يعني مش هتتكلفي غير ان انت تهتمي بيه بس وهو صغير. غير كده اما يكبر ما شاء الله اي اكل زي ما انتم شايفين هنا الرومية اهو مع الفراخ البلدي، بتاكل الاكل اللي موجود. شوية خضرة حطه لهم، شوية رز باقيين من اكل الاطفال حطيه، بواقي اكل بيت، شوية عيش متقطعين مفرومين وحطه لهم. فالرومي من الحاجات الحلوة جدا في التربية في البيوت، وفي نفس الوقت ما بتكلفكيش كتير. وفي نفس الوقت بقى اقول لكم ازاي تطلعوا منه خير كتير. الرومي لو ما شاء الله جبتوه تربية بيوت مش مزارع، يعني حاولوا تجيبي الجوز ده تربية البيوت مش مزارع، لان المزارع مش بيرقد. لكن لما بتجيبي جوز تربية البيت بيرقد. هو اما بيرقد ما شاء الله انت مش هترقديه على 15 بيضة، انت فوق ال 30 بيضة تحطي تحتيها. يعني الرومية الواحدة ممكن تحط فوق ال 30 بيضة. ده غير ايه ان هي ما شاء الله من الحاجات اللي يعني بتحضن البيض حلو، وما شاء الله بيطلع معظمه، يعني لا بتلاقوه معظمه الحمد لله بيطلع كويس. يعني مش بتبوظ، بل بالعكس الرومية اللي بترقد واللي طالعة من تربية البيوت حلوة جدا، وهي اللي بتدور على الرقد. يعني انت مش هتغصبيها انها ترقد، هي مجرد ما بتبيض بترقد. فانت جيبوها يكون حد مربيها في البيت. طيب هنطلع منها ازاي نملى السطح؟ انت الجوزين الروم دي اهتمي بيهم لغايه ما يكبروا. طبعا هيكون ايه فيهم ذكر وفيهم انثى، عشان تديك بيض مخصب. تمام، ابتدت تبيض معاكي، مجرد ما هتبيض طالما تربيه بيوت هترقد على البيض، بس تحفظي لها مكان تعرف انها بتبيض فيه بحيث انها ترقد فيه. تمام، تجهزي لها مكان. يعني الروميه دي على فكره كانت عندي ورقدت لوحديها، ورقدت في الاول كان على بيضتين اسمنت، انا كنت باخد البيض بتاعها بشيله عشان خايفه الفراخ يكسروه لانها كانت مع الفراخ. فوجئت ان البيضتين الاسمنت دول انا كنت عاملاهم عشان امنع الفراخ، كانت بتاكل البيض عندي. فهنزل لكم فيديو ازاي تمنعوا الفراخ انها ياكلوا البيض. فعملت البيضتين دول بيض اسمنت على فكره مش بيض حقيقي، عشان ينقروا فيهم الفراخ بعد ما قصيت منقرهم، فبطلوا يرجعوا ياكلوا البيض تاني، عارفوا ان البيض ده مش للاكل خلاص. فلقيت الروميه مجمعاهم وراقد عليهم سبحان الله لوحدها. فما لقيتها كده جبت بقى شويه بيض فراخ حطيهم بقى فوق ال 30 بيضه، تقدري تحط بيض فراخ. طب حد هيقول لي ما انا لسه السطح فاضي ما عنديش بيض فراخ. لو عندك باذن الرحمن ان شاء الله 5 بيضات بيطلعوا لك كل يومين 3، جمعيهم لغايه ما تكملي في مكان كويس كده من غير ما يعني ولا حر ولا برد. في اي حاجه عندك كده على جنب في البيت في الصاله حطي في علبه جمع البيض لغايه ما يكون معاكي فوق ال 30 بيضه، حطها لهم ارقديها عليهم. هترقد باذن الرحمن طالما ابتدت تبيض هي، استنيها اما تبيض وجمع البيض بتاعها. فانت هتحط البيض بتاعها وبيض الفراخ اللي موجود عندك. يبقى دي اول خطوه انت هتطلعي دلوقتي
منها ما شاء الله، لانها بترد على كمية كأنك عندك يعني ما شاء الله المكنة دي اللي بتفقس البيض الفراخ، انت كأنك عندك مكنة في البيت. الرومية في البيت ما شاء الله كأن مكنة تفقيس البيض. بتحط فوق ال30 بيضة تحتيها، وبتحضن البيض حلو يعني خالص. هتحطي بيض الرومي بتاعها بعد ما تخلص بيض، هي بتقعد لها فترة تبيض كده، وبعد كده اما تلاقيها ابتدت تقطع خلاص البيض، جمعي لها البيض حطيه، بس تكوني محفظاها المكان اللي بتبيض فيه دايما. يعني في المكان اللي بتبيض فيه هتجهزي المكان، هي اختارت ده لوحدها. لو انت هتجهزه لها بقفص ولا حاجه وتحط فيها حاجه تقيله عشان ما يقعش البيض وهي نازله وطالعه، ما يتكسرش. وحط لها شويه عبش، وحط بقى رص البيض اللي موجود عندك وشويه بيض فراخ بلدي. طيب لو انا ما عنديش فراخ بلدي وانا عاوزه اطلع بقى من نملة السطح بقى فراخ بلدي تبيض، هتجيبي من اي حد بيض بلدي، من جارتك من بره، بس تكون عارفه ان جارتك دي عندها يعني فراخ مع ديوك، بحيث يبقى البيض مخصب. تمام. خدي منها 10، خدي منها 20، وحطيهم تحتيها بقى مع ايه البيض بتاعها. اتفرجي ما شاء الله، من اول مرة هتبيض الرومية عندك انت طلعتي انتاج مليت السطح. ما حطيتي مثلا 20 بيضة، بقى عندك 20 كتكوت بلدي يكبروا ويطلعوا لك بيض، ما شاء الله خير على السطح اهو. عندك منهم ديوك هتربي وتذبحي. عندك مثلا الرومية طبعا احنا مرقدينها على البيض اساسا بتاعها، شوف هتطلع لك كام بيضة. لو 15 بيضة، عندك 15 فراخ رومي صغيرة. انت مليت السطح ما شاء الله يمكن بايه، بحوالي اكتر من حاجة و30 فراخ بلدي على الرومي. مليت السطح ولا لا؟ مجرد ما الفرخ الجوز الرومي كبر معاكي وابتدى يبيض، ابتديت انت ما شاء الله تملي السطح. فالرومية فعلا جيبيها، جيبي جوز رومي، اتعبي في تربيتهم الكام شهر الاولانيين، وتفرجي ما شاء الله هيعود عليك خير كتير منهم. في ناس كتير كان بيوتها يعني فعلا يعني اقول لكم لو بيتك فاضي وما عندكيش غير جوز الرومي ده، استني بعد كام شهر هتلاقي السطح عندك اتملى فراخ بلدي، هتلاقيه اتملى. آه الرومي لو حابه برضو بط، ممكن تشتري البيض المخصب بتاع البط برضو بيتباع، جيبيلك 4 5 لو انت حابه تربي بط، واملي السطح بتاعك. هي مجرد كام شهر والسطح بتاعك ما شاء الله هيتملي خير. من ايه؟ من جوز رومي واحد بس. انصحكم فعلا ان انتوا لو انتوا عاوزين تملوا البيت خير ومن غير ما تتكلفوا. يعني في ناس انت لو جبت شويه الفراخ وشويه الروم اللي طالعين دول من بره، هتشوف هتتكلفي كام، يمكن انت طلعتيهم من الجوز الروم اللي انت جبتيه بس وربطيه. وبعد كده اتفرجي على الخير. طبعا الفراخ البلد اللي انت طلعتيها دي هتكبر معاكي، من اللي في منهم جزء هيبيض، يبقى بتطلعي خير للبيت بقى. في منهم مثلا جزء ديوك تربيه تسمنيه وتذبحيه. البط لو عملتي كم بيضة بط مخصم، برضو لقيت عندك بط تذبحيه او تبيعيه بقى، اعمليه مشروع مثلا وطلعيه وبيعيهم. فانتوا هتلاقوا الموضوع ايه، عبارة عن دايرة ما شاء الله بتفتح معاكي وتوسع، وهتلاقوا الخير بيزيد. ممكن تشتغلي بقى لو انتوا يعني ستات بيوت حابين تشتغلوا في الموضوع ده، ربنا يوسع رزق الناس كلها، ويوسع ارزاقنا يا رب. ان انت بقى تربي لك مثلا تحط بيض مخصب للبط، وتطلعي البط 4 شهور وهتطلعيه 3 شهور ونص وتطلعيه، شوف هتكسبي ازاي. بعد كده الفراخ دي طبعا انت هتصرفي عليها من حاجتها. يعني الفراخ لما تكبر هتبيض، البيض ممكن تبيعيه وتجيبي لهم الاكل. فانت طلعت خير لبيتك، وطلعت خير الطيور نفسها او صرف الطيور نفسها انت بتصرفي منها فيها. يعني انت بتطلعي من الطيور تجيبي تأكليهم، فانت هتلاقي الموضوع بيصرف على نفسه. يعني انت مش هتحتاجي بعد كده تصرفي، مجرد ما يبتدوا يكبروا ويبيضوا معاكي البيض ده خديه طلعيه وجيبي بتمنه بقى اكل بقى الطيور. وشوية شوية بقى ترقدي الرومية مرة تانية، ترقديها على كمية تانية، فما شاء الله تبيعي القدام انت خدتي مبلغ حلو وتربي جديد، وهكذا. هتلاقي الموضوع ما شاء الله من الحاجات اللي انصحكم بتربيتها. اتمنى لو انتم معايا لغايه دلوقتي في الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو وناس كتير تستفاد، وتدعوا لنا دعوه بظهر الغيب، وربنا يملى بيوتنا وبيوتكم كلها خير، رزق حلال مبارك فيه يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.